بعض السنين اللي فاتت كان اللي بيذبح نعامة بيرمي الجلد بتاعها أو بيفضل شايله في الفريزر فترة على أمل إنه يستفيد منه، تفضل عنده مدة طويلة. جه حد ياخدها منه ب100 جنيه يديها له، ما جاش حد ياخدها يطلعها ويرميها ويفضي مكانها، وهكذا. كان الحد اللي بيعدي عليه يشتريها منه ب100 جنيه ده غالبا ما كانش بيعرف يعمل بيها حاجة، وده علشان صاحب المزرعة اللي باعها له شال الريش بطريقة مش كاملة، سلخ بطريقة غلط، خزنها غلط، ملحها غلط. ودي في الأول وفي الآخر مش غلطته هو بس كان الكلام في الموضوع ده مش واخد حقه، ومحدش كان عارف الصح فين. أسلخ إزاي؟ أغسل إزاي؟ أنظف إزاي؟ أملح إزاي؟ أعمل إيه وإزاي؟ كان الكلام كتير ومتضارب، وكل واحد بيقول كلمتين في الهوا وزي ما بتيجي. كانوا مربيين برضو شايفينها حاجة بسيطة مش مستاهلة وجع الدماغ ده كله يعني. كل ده ليه؟ كل ده علشان ما كانش في حد عارف يمشي في موضوع الجلد. محدش فكر في الاستفادة من نوع جلد يعتبر من أهم أنواع الجلود في العالم. جلد النعام ليه أهمية كبيرة جدا، لكن برضه ليه مواصفات ومتطلبات واهتمام خاص بيه علشان يكون جلد مهم جدا وغالي جدا. كلنا لو بحثنا عن أي شيء من مصنعات الجلود هنلاقي من ضمن أغلى أسعار المصنوعات الجلدية في العالم هو المصنوع من جلد النعام. مش بنقول طبعا إنه أغلى جلد علشان الجماعة اللي بيقفوا لنا على الواحدة، لكن بنقول هو من ضمن أغلى الجلود عالميا. طيب إيه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ إيه اللي جد علشان جاي تقول لنا عليه؟ طب إزاي أستفيد من جلد النعام اللي كنت بتخلص منه تقريبا ببلاش؟ ابقى معنا للنهاية عشان الحلقة دي مهمة ليك. أهلا بيكم، أنا شريف ودي قناة كلام في نعام. غبنا عنكم فترة طويلة لكن راجعين بقوة وبسلسلة حلقات مفيدة جدا هنفتح بيها آفاق جديدة في عالم مشروع النعام. بنشكر كل اللي سأل علينا وبنعتذر للناس اللي كانت منتظرة حلقات جديدة وتأخرنا عليهم. إيه اللي جد في موضوع جلود النعام؟ ظهرت على الساحة الأيام دي شركة جديدة واعدة ليها أهداف دقيقة في مجال تصدير منتجات النعام، وعلى رأسها ملف جلود النعام من الألف للياء. احنا اتشرفنا اننا كنا من اول الناس اللي عرفت اهداف ومجال هذه الشركة الرائعة، وصاحبها الاستاذ محمد رشاد باحث في شؤون منتجات النعام عامة وجلود النعام خاصة. من اول الاهتمام بيه والحفاظ عليه وتنظيفه وغسيله وتمليحه وتخزينه وحتى تجهيزه وتصديره. تصديره، ايوه زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، تصديره. ودي هتكون نقطة فاصلة في مشروع تربية النعام. شركة متخصصة في هذا الشأن هتعلمك ازاي تتعامل مع جلد النعامة من أول يوم الذبح، ازاي تعتني بيه، ازاي تحافظ عليه، ازاي تتعامل معاه، تنزع الريش ازاي وامتى، تنضفه ازاي وليه وبايه، تغسله ازاي وتملحه ازاي وتخزنه ازاي، وهكذا وهكذا. هو بيحاول يوصلك انك تستفاد اقصى استفادة من جلد النعام اللي كنت تقريبا بترميه. لأن جلد النعام زيه زي أي منتج هنصدره للسوق الأوروبي بياخد تصنيف من حيث الجودة. لو فهمت إرشاداته ونصايحه واتعاملت معاه مظبوط من الأول للآخر، طريقة نزع الريش، استخراج الجلد، طريقة إزالة الدهون، طريقة غسيله، تنظيفه، حفظه بالطريقة اللي هو حاططها في كتيب إرشادات، هتكون وصلت لأعلى جودة وأفضل تصنيف للمنتج بتاعك اللي ممكن يجيب لك مبلغ حلو. مبلغ هيسندك وهيسند معاك في الأيام الصعبة اللي كلنا بنمر بيها. عارفين ومقدرين قد إيه المربيين بيعانوا الفترة دي من أسعار العلف وتدني أسعار البيع من لحم ومنتجات، وعشان كده جايين لكم دلوقتي بمصدر دخل جديد ممكن يساعد معاكم بإذن الله. صحيح العلف غلي جدا وبقيتم بتبيعوا اللحم بخسارة والكتكوت بخسارة، لكن لو قدرت تسند نفسك بمبلغ تاني جانبي ما كنتش واخد بالك منه، وهو قيمة الجلد الدرجة الأولى المعد للتصدير، هتكون حاجة كويسة جدا 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 جدا.
الشركة دي واعدة ورائدة في مجال تصدير منتجات النعام بشكل عام والجلود بشكل خاص. الشركة اللي هنتكلم عنها معاكم باستفاضة المرات الجاية بإذن الله. قعدنا معاهم وفهمنا منهم بشكل عام استراتيجيتهم في المجال ده، وقلنا إننا نعلن متابعينا بشكل مباشر عن التعاون الصادق معاهم. والأيام القادمة بإذن الله هنعمل مع الأستاذ محمد رشاد لقاء، وهنعمل مع الناس اللي في الشركة كلها إزاي يشرح لكم بالتفصيل أمور كتير أكيد بتدور في بالكم دلوقتي، لكننا مبدئيا تأكدنا من صدق استثماره ومعرفته وعلاقاته الخارجية في هذا الشأن. عشان كده جينا نكلمكم النهاردة بس نزف ليكم البشرة بإذن الله، بشرة خير في مجال دباغة وتصدير جلود النعام. هيكون في سلسلة حلقات متتالية عن طريقة التعامل مع الجلد وطريقة حفظه وطريقة الاستفادة الأمثل من أعلى مواصفات وأفضل تصنيف، إننا نوصل لقطع الجلد درجة أولى خالية من أي عيوب ومن أي شيء ينقص من جودتها وسعرها، وتكون معدة ومجهزة للتصدير. إزاي تقدر تلتزم بالمواصفة اللي تخليك تكسب أكبر مكسب من جلد النعام الواحد؟ الموضوع سهل وبسيط بإذن الله، يكون فتحة خير عليكم. انتظرونا في حلقات جديدة في سلسلة الاستفادة من جلود النعام. أي استفسار سايبين لكم لينك التواصل المباشر معانا على واتساب. نراكم في حلقات قادمة بإذن الله. دمتم سالمين.